إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه الخطبة عن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، كوننا في آخر أو بدأنا العام الهجري الجديد يوم أمس، فاليوم هو الثاني، يوم الجمعة هو الثاني من شهر الله المحرم لعام 1447 من الهجرة النبوية. وذكر الهجرة من أيام الله، كما قال ربنا عز وجل: وذكرهم بأيام الله. فهو يوم من الأيام التي غير فيها مجرى التاريخ كما يقولون، فقد انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام من موطنه وتراب أرضه إلى أرض أناس آخرين من قبيلة أخرى، كما يقول كثير من العلماء: العرب العاربة والعرب المستعربة، من قريش الذين هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، إلى الأنصار من الأوس والخزرج، والذين هم من القحطانيين من سبأ، يرجعون إلى قبيلة سبأ. خرج من قومه الذين هم كانوا على التوحيد قبل عمرو بن لحي 1000 سنة أو زيادة بعد إسماعيل عليه السلام، من ديار شرك إلى ديار أيضا كانت شركا، انتقل من موطنه إلى موطن آخر. لماذا؟ لنصرة الدين وإقامة التوحيد ودولة التوحيد. أقام الدولة الإسلامية في المدينة، ما استطاع في مكة التي فيها الكعبة المشرفة، والتي فيها مناسك الحج والعمرة، وتهوي إليها أفئدة الناس، ودعوة أبينا إبراهيم عليه السلام، لكنه انتقل من أحب البقاع إليه. ولولا أن قومك، يقول صلى الله عليه وسلم: أخرجوني منك ما خرجت، أخرجوه، لأنه يقول: ربي الله. فانتقل إلى أناس غرباء، لكنهم نصروا دين الله. هؤلاء الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هؤلاء الذين ينطبق عليهم هذه الآية، إذا خذله القريب والصديق الذي كان صديقا وآواه الغريب، هذا الذي استبدل. لكن الغريب الذي على الحق، وليس يستبدل مشرك بمشرك وضال بضال أو أضل منه،
ما معنى أن يستبدل العرب المسلمون بالفرس المشركين مثلا؟ ما الفائدة؟ هذا جهل وضلال وتحريف لكتاب الله. ينصرك الله عز وجل بأناس يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمون الصحابة، يحترمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي أيضا، يحترمون أمهات المؤمنين. قوم يوحدون الله، لا يقولون يا حسين ولا يا علي، يقولون يا الله. توحيد، إيمان. إذا نصرني مشرك شيوعي على قضيتي وخذلني المسلم، أنا لا أكفر بالإسلام وأؤمن بالشيوعية. هذا تبديل لدين الله وانحراف عن البوصلة الحقيقية التي توصلك إلى الله، وهذا سبب من أسباب الذل الذي نحن فيه. نرجع إلى الهجرة. الهجرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال أنا مسلم موحد الله ينصرني وقال يلا يا أبو بكر، ولا راح لحاله ذهب وحده مشى وقال أنا معي جبريل وميكائيل، أنا رحت الإسراء والمعراج والأمور عندي تمام، خليهم يتحدوني، حد بيقدر يتحداني؟ يلا أطلع. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه: من أراد أن تثكله أمه فليلحقني خلف هذا الوادي. هذه قصة غير صحيحة. وعمر رضي الله عنه على شجاعته ما بيقدر يقول الكلام هذا، لأنهم ضربوه وكادوا يقتلوه، واللي حماه العاص ابن العاص السهمي هو اللي حماه من أن يقتلوه، أو المغيرة، نسيت أحدهما. ولكنه لما هاجر عمر تواعد هو واثنين من المسلمين مكانا بعد مكة قريب من الجموم أو قبلها النوارية، حتى يجتمعوا هناك للهجرة سرا عن قريش. لكن الأخبار الزائفة في التاريخ والتي لا يمحصها كثير من الناس كثيرة منتشرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات، المنصور من رب البريات، ما هاجر إلا سرا، وبذل الأسباب وعمل المخطط واستشار وأخذ له الرفيق واشترى الراحلة بماله دينا من البراء من العازب والد البراء بن عازب رضي الله عنهما. البراء وليس البراء، السودانيين بيقولوا براء، لكن هو البراء بتخفيف الراء. البراء بن مالك، البراء بن عازب، هكذا. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما أبوه كان ممولا، فباع للنبي صلى الله عليه وسلم راحلته على أن ينقده الثمن فيما بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الراحلة والزاد والرفيق والهادي الخريت ابن أريقط، وكان مشركا. مع شركه كان فيه شوية أمانة ممكن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يخونه. صحيح الكافر قد لا يكون مؤتمنا، ولكن أحيانا قد يكون مؤتمنا. بذل الأسباب. ايش بدك تساوي أنت؟ ماذا ستفعل؟ تبذل الأسباب. هذا عبد الله بن أريقط مشرك، هو الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الساحل، لأنه طريق غير مسلوك في العادة، حتى يعمي على قريش. ثم تواعد مع ابناء أبي بكر عبد الله، وكذلك هذا أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، واختبأ في الجبل 3 أيام في الغار، غار ثور، حتى تهدأ العيون. ثم سافر إلى المدينة سرا، بذل جميع الأسباب البشرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤيدا بالوحي، الناس الذين بعده كيف سيؤيدون بالوحي؟ لابد من بذل الأسباب يا أخوة يا كرام، هيك دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الهجرة ومع الدولة الإسلامية ومع الجهاد بالأسباب البشرية، لكن مع هذا كله التوكل على الله عز وجل. إذا بذلت الأسباب وتوكلت على الله واعتمدت على الله الذي هو ينجيك، فحينئذ ينصرك الله في أحلك الظروف. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، المشركون عندهم وسائل للتتبع، وكان منهم من يعرف الآثار ويقصها قصا جيدا، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بآثار قدميه
حتى وصل إلى باب الغار. هنا تتجلى الكرامة الإلهية، هنا تتجلى ثمرة التوكل. وصلوا إلى الغار. قصة الحمام وكذا فيها ضعف، لكن قال أبو بكر كما في الصحيحين: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، يعني مكشوف، الكهف أو الغار مكشوف، ولو نظر لرآهم، لكن الله صرف النظر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر. ما هو جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن المكتفي بالله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ثم لما سلكوا طريق الساحل بعد 3 أيام من الغار لحقهم سراقة بن مالك وأدركهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك في هجرته مرتين، وكان خروجه من مكة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. خرج باذلا الأسباب متوكلا على رب الأسباب، فلحقه سراقة بخيله وأدركه. فلما قارب الوصول النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أنه يكفيهم الله، فغاصت قوائم الفرس في الأرض. هنا تجلت الحكمة الإلهية والمعجزة بالدعاء، معجزة الدعاء. فدعا الله فغاصت قوائم الفرس في الأرض، فقال يا محمد ادعو الله أن يرفع عني هذا وسأكون عينا لك، يعني إني أدفع عنك المشركين، أو كما قال رضي الله عنه. ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. واحد في الهجرة ضعيف مستضعف مع أبو بكر فقط والهادي الخريت بن أريقط، ويعد هذا بسوار ملك الفرس. انظروا اليقين بالله عز وجل، لأنه مصدق صادق مصدوق مصدق صلى الله عليه وسلم. وأعطي لما فتحت العراق وفتحت الفرس بلاد فارس، أعطي سراقة بن مالك السوارين تصديقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم انصر أمة الإسلام وزدنا يقينا وإيمانا وثباتا على الحق حتى نلقاك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة كان يترقبه المسلمون، وأظهروا من الفرح والسرور بقدوم أو بخبر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يظهروه في حياتهم. فكانوا كل يوم، مش كل أسبوع، كل يوم يخرجون إلى طرف المدينة جهة مكة يريدون استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقبلون الحبيب، يستقبلون الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حتى اليهود تحركت نفوسهم لهذا الأمر. الصحابة كل يوم حتى
يغلب على ظنهم أنهم لن يلقوه، أنه تأخر كل يوم، والأطفال والنساء والرجال استقبالا لهذا الضيف الكريم. اسمهم أنصار حقيقة، حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة لهذا الدين من قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الطريق حتى وصل إلى المدينة. أبو بكر أمامه، الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمام، أبو بكر خلفه، فظنوا أبا بكر رسول الله لشيبته أكثر من شيب النبي صلى الله عليه وسلم. شيب النبي كان قليلا عليه الصلاة والسلام، وعمره كان 53 سنة. فقالوا من هذا؟ قال هذا الذي يهديني الطريق، عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يهديني الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم تجلت بعض أفعال الرحمة في هجرته، الوقت ما بيكفي الواحد يتكلم عنها، وانتم كلكم درستموها، والخطبة إنما هي للتذكير. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في دخوله إليها وترحيب الأنصار به أن بنى مسجد قباء. أول مسجد بني في المدينة قباء، خطط بدأ يبنوا فيه قبل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل في قباء. ثم يوم بعدها بكم يوم طلع يوم الجمعة، وصلى الجمعة في الطريق. أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ما كان يصلي الجمعة في مكة. فلما صلى الجمعة انتقل إلى المدينة، فبركت ناقته، قال دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلأت القصواء، قال هذا ليس لها بخلق ولكنها مأمورة، إنما حبسها حابس الفيل، يعني من الله المكان، مش من اختيار لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، اختيار رب العالمين. فأمر ببناء المسجد، ووحد بين المهاجرين والأنصار، وآلف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبني المسجد، وانطلقت الدعوة إلى البلاد، وانطلقت لما شرع الجهاد صار المسجد مركزا للعمليات الجهادية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، ومن معه من المستشارين من المهاجرين والأنصار. مؤاخاة، مركز البلد، ومع ذلك لم ينسى وطنه مكة، يفكر في مكة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. أخرج من مكة خير البلاد إلى المدينة، خير البلاد بعدها طيبة الطيبة، طابة البلد الأمين بعد مكة، المحرم المكرم. فهذه الهجرة كلها دروس وعبر لنستفيد منها في حياتنا، ونستذكر أمجاد نبينا صلى الله عليه وسلم وأمجاد أمتنا. فاللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، واللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعد المسلمين إلى رشدهم، وألف بين قلوبهم يا قوي يا عزيز. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وبالصهاينة المعتدين المجرمين. اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا،
ولا تغادر منهم أحدا وأرنا فيهم يوما أسودا. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز أهلنا في غزة، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف مبتلاهم وفك أسراهم. اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم. اللهم عوذهم خيرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ ملك البلاد عبد الله بن الحسين وولده الحسين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وحد صفوفنا، اللهم وحد كلمتنا وآلف بين قلوبنا، وانصرنا على عدونا وعدوك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا إخوة يا كرام، هذا شهر الله المحرم، أفضل الصوم بعد رمضان هذا الشهر، ومن أيامه يوم عاشوراء العاشر من المحرم، فأوصيكم ونفسي بصيامه. ومن صام يوما قبله وبعده أو بعده فهو أفضل، ومن صامه وحده كفاه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.